يسعد مساك. الله يسعدك. يعطيك العافية. الله يجزيك خير. شو احكي لنا شو عملتوا في الفسائي وشو ضل وشو في لقدام؟ هلا تعملنا في الفسايا اول اشي الصورة في الارضية مع جسر السور. عملنا الجسر 40 سم في ارتفاع 30 سم اه وكلياته مسلح حديد. عملنا قواطع مترين و45 سم جوا، قواطع كلياتها مسلح حديد وطالعين الشوش من الارضية من الشوش. اه وبعديها وعملنا الوجه مع العائد كلياته. الوجه مع العائد. الوجه مع العائد وكلياته مسلح حديد 14 و8 و12. 14 8 و12. اي قديش مساحتها الفستية؟ مساحة الفسقية جوا مترين ونص طول، عرض متر و30 سم. طبعا جاهزات هذول جاهزاته على القبلة بالضبط. على القبلة. مش لا بتتغلب ولا اشي. كم وحدة جاهزة؟ جاهزات 13 وحدة، وهي ال 13 الثانيات ان شاء الله اسبوع زمن بكونوا جاهزة. 13 على الشمال جاهزات. جاهزات كومبليت. ضل بس ندمل قلبهم حصمة ونجهزهم. اها. وال 13 الثانيات وليش بيكونوا جاهزين؟ شغلة اسبوع زمن ان شاء الله بنجهزهم. البو... عندنا غير غرفة كمان. وين غرفة؟ هذيك عند العمود الطالع هذا. في عندنا غرفة هو. اه نعمل الغرفة هاي طالعين الأساسي. نعمل هون أسامة سنتين فوق. غرفة لإيش هاي؟ غرفة للطورية تكون في قلبها ما كل اشي فيها. حنفية الطوارئ والعدة تبعتكم اللي بدكم تحطوها للحفر للأشياء هذه. بكون فيها مغسلة. اها. وبنعمل لها هون شو اسمه مصرف إلها تحتيها. خلص المية تغسيل الإيدين والأشياء هذه بتكون فيها تحتيها شوية مي. البوابة هاي الفوقانية هون عندك بوابة 3 متر و50 سم فتحتها. على برا على برا. جرار بوابة سحاب أو دفات زي ما بدكم بتتركب. يعني هقيتي بدك تقول لي انه المقبرة جاهزة انه للدفن؟ جاهزة إن شاء الله تعالى. وبدك اسبوع زمان لل 13 هذلاك التانيين على إن الشمال. شاء الله بدنا أسبوع زمن بتكونوا مخلصين ال 13 الثاني.